على مقادير الله وتحتسب، ويعتبر ذلك من عمله الصالح. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتي النهار، لك أقسمت عليك إلا أن تأتيني. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. والحكمة في كون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجب في هذه المرة الأولى قصد إظهار التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما إلحاح السيدة زينب على أبيها فلما ترجوه من دفع ما تجده من الألم ببركة حضوره عليه الصلاة والسلام. أنا شفتها يا أخوة، هذه رأيتها بعيني أقولها لكم. أخويا الكبير توفى رحمه الله ومات صغير، يعني جاء المخرج القديم والناس بتألم والعائلة كلها متألمة. جانا الشيخ سيد العيد للدار دار خرج وكأنه حوشنا عن عرس، حوشنا سيدة زينب ربي الله حوشنا تحول، يعني تحويلة شفتها أنا اللي طاح كنا فيها كيف يعني. جاء دار الشيخ دورة دخل الدار وراح تبدل الحال لله، يعني قاعد تحال في بيت النهار وقالوا لي يا أخي قاعد حياة في الوضع تاعك كيفاش كذا، بس بدروا عم يتحدثوا يعني وكأن شيئا لم يقع. ودخل عليه الصلاة والسلام دار السيدة زينب ورفع الصبي المريض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع يعني تضطرب وتتحرك، ففاضت عيناه فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من يشاء من عباده. كعبادة رحمة يهزوها كالرحمة ذيك وينشروها على المؤمنين تدخل في قلوبهم رحمة فتهدأ نفوسهم وتستريح وتستكين. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ودموع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لا تنزل إلى الأرض رحمة بالأمة، لا تنزل الأرض إلا رحمة بالأمة المحمدية. جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سيدنا رسول الله هذه نختم بها مش مطولش عليكم وسلموا لي ياسر. سيدنا العباس رضي الله عنه في واحد النهار كي تحولت الناس من مكة إلى المدينة، واحد النهار هم قاعدين قاعد يشوف في سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو يعني كثر من الشوفان معناها لازم يا إما بشي كلمة يا إما بشي يسألك سؤال، كاين حاجة إيش عادية كنت قاعد يشوف فيك. إذا سيدنا العباس يسأل أديب سيدنا العباس قالوا لا تتكلمش عمرك مع رسول الله، قال الحقيقة هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. شوف هذا قبله مستوى آخر سيدنا العباس مش عادي. وأنا قاعد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كنشوفها يعني وراها حاجة. فقال له الرسول جبتك تشوف هذيك انتباه النبي عليه الصلاة والسلام. أقرأ عليكم ما ورد في الحديث كما أخذته من كتب السيرة. جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه أحدق النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل من حاجة؟ قال لما رفعتك حليمة السعدية كذا مش صديق ما كان انت صديق صافي الله كي جات مش صديق المرضعة تاعك بني سعد تفكروها كعادي بعد البعثة وبعد الهجرة وبعد قال له قديش كان عمره النبي صلى الله عليه وسلم ساعة؟ كان 40 يوم، كان عمره 40 يوم. حليمة وأنت ابن 40 يوما رأيتك تخاطب القمر ويخاطبك بلغة لم أفهمها. فقال يا عم كي كان عمري 40 يوم وكي جات باش تدي لي حليمة السعدية قرصني القماط على بالكم اللفافة تاع قماش تدور على البلاد ساعات زوج قرون تاع يقرصوا زوج لفافات هكا كيتلاقوا مع بعضها ويجي بيناتهم اللحم واش يديروا يقرصوا. قال قرصني القماط
في جانبي الأيمن، فأردت أن أبكي، ولازم لو أخذوه من صوف خشب. فقال القمر لا تبكي، ولو قطر من دموعك قطرة على الأرض قلب الله الخضراء على الغبراء، الأرض اليابسة على الأرض سيدنا عباس يسمع الكلام هذا صفر كلام كبير. فقال له الرسول زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد، قال عباس أزيدك يا عم؟ قال نعم. قال ثم قرصني القماط من جانب الأيسر فهممت أن أبكي، فقال القمر لا تبكي يا حبيب الله، فإن وقع من دموعك قطرة على الأرض لن تنشق على خضراء إلى يوم القيامة. فسكت شفقة على أمتي. فصفق العباس فقال العباس أكنت تعلم ذلك وأنت ابن 40 يوما؟ فقال يا عم والذي نفسي بيدي لقد كنت أسمع صرير القلم على اللوح المحفوظ وأنا في ظلمة الأحشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عباس أزيدك يا عم زيدك، كاين مسائل ما أكثر من هكا، أفأزيدك؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده لقد خلق الله 100,000 نبي و24,000 نبي، ما منهم من نبي علم أنه نبي حتى بلغ أشده. وش الأشد؟ 40 سنة. الأنبياء كل تصلوا بالرسالة في 40 حتى بلغ أشده إلا عيسى، فإنه لما نزل من جوف أمي قال إني عبد الله آتاني الكتاب. سيدنا عيسى ما عدا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما نزل من جوف أمي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وابن أخي. من هو ابن أخي؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وابن أخي أفأزيدك يا عم؟ زد. قال نعم. قال لما ولدت ليلة الاثنين خلق الله 7 جبال في السماوات السبع وملأها من الملائكة ما لا يحصيه إلا الله، يسبحون الله ويقدسونه إلى يوم القيامة، وجعل تسبيحهم وتقديسهم لعبد ذكرت عنده بين يديه فأزعج أعضاءه بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كلمة نقولها قبل ما واحد من الأشراف قديم يختم لنا الجلسة المباركة. القطب المكتوم رضي الله عنه الشيخ سيدي أحمد التيجاني راح تجموت هذه احنا عيد ماضي قلنا غوط عيد ماضي خدمت فيها في سنتر ديك زمان، وحدثوني اهل تجموت عن الكلام هذا. قال لي واحد الشيخ واحد الطريقه كنا الشيخ الطريقه المعلمه قال لي جانا القطب المكتوم تجموت فرحنا به، قال لي كيما فرحوا بي الخيام وجو قاعدوا يسمعوني هكا كيفكم هكا. قال لي درنا لنا الخيمه وجبنا لنا الناس البرغوث يعني وفرحنا به. قالوا مالا كي جي رايح قالوا لنا دير لنا فاتحه هذه نقولها على القطب المكتوم ان شاء الله تصل الى ندعي بها الاهل والناس هذه البلده الطيبه ورب الغفور ان شاء الله. قالوا القطب المكتوم رضي الله عنه والله يبارك في مالكم والله
يبارك في هواكم، والله يبارك في مرعاكم، ويزيدها إن شاء الله ربي يبارك في نسلكم، ربي يقويكم ويعليكم ويجعلكم إن شاء الله كي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ربي يعلي مقامكم وربي يبلغكم مرادكم كل إن شاء الله. وأحبكم باسم الإسلام القديم. بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله. لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره